الخير يا حلوين. النهارده هنعمل كفتة داوود باشا بالفراخ، سهلة وسريعة وخطيرة جدا. مكونات معانا نص كيلو بانيه، معانا بصلة مبشورة ومتصفية ومعاها قرن فلفل أخضر، معانا معلقتين كبار دهن، التوابل بتاعتنا معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل أسود، معلقة بابريكا، معلقة زعتر، رشة جنزبيل، ومعانا مكعب ماجي اختياري، ومعانا معلقة كبيرة من الدقيق. وفي الكبة هنحط الفراخ مع الدهن وهنضربهم كويس قوي لحد ما يبقوا ناعمين خالص بالشكل ده. عايزينها ناعمة عشان لما نشكلها ما تفكش مننا. وده الشكل النهائي بتاعها ان شاء الله. فرومة ناعم. هنحط البصلة بتاعتنا ونكون عصرينها كويس، ونحط التوابل. معلقة الدقيق دي هتخلي الكفتة ما تفكش مننا وهتبقى ماسكة نفسها وجميلة جدا. هنعجن كويس. هنعجنها كويس. ده شكلها النهائي بعد العجن، متماسكة. هنبتدي نشكلها في كور صغيرة. ده حجم الكور، مش صغير قوي مش كبير قوي. هي كده كده مش هتكش معانا بسبب الدهن اللي احنا حطيناه. هنخلص الكمية كلها بنفس الشكل كده. خلصنا الكمية، هنسيبها ترتاح شوية في التلاجة عقبال ما نعمل الصلصة. في طاسة على النار معانا كوبايتين طماطم. هنحط الطماطم على الزيت على طول، مش هنحط التوم دلوقتي، احنا هنحط التوم في النص عشان يعزز الطعم ويخليها قوية جدا. هنحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة. دي مية البصل اللي احنا صفيناها. هنبتقليبها ونسيبها تتسبك شوية تغلي غلوة، وهننزل بفص التوم بتاعنا. في الوقت ده هنحمر الكفتة عقبال ما الصلصة تستوي. رصها كده في زيت حرارة متوسطة، معلقتين زيت بس. وهنقلبها على كل جنب قبل ما تاخد لون كده ذهبي بالشكل ده. هي هتكمل سوا في الصلصة. ده الشكل النهائي كده. بس ما شاء الله تتاكل كده لوحدها. هنطلع الكمية كلها وهنضيفها على الصلصة وهي سخنة، وهنقلبها تقلبتين ونسيبها تتسبك مع بعضها وتستوي لمدة ربع ساعة. هنسيبها تستوي. ده شكلها النهائي. اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات، ولو عجبتكم اعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.